السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في قناة ماما لايف ستايل. صباح الفل وصباح التفاؤل. النهاردة هنتكلم عن إزاي نبني بيتنا جوانا، إزاي نبني مساحتنا الخاصة اللي بتحمينا من كل المشاكل والتحديات اللي ممكن تقابلنا في حياتنا. هنتكلم عن ده عن طريق كتاب مهم قوي، وكتاب بجد تحسي إنه يعني في تفاصيل حلوة قوي، هتستمتعي جدا بقراءة الكتاب ده. هنتكلم عن تفاصيل حلوة برضو النهاردة في الفيديو، تابعوني للآخر لأن كل جزئية في الفيديو بتتكلم عن فكرة مهمة جدا في حياتنا. كتاب النهاردة اسمه Welcome Home، أهلا بك في بيتك، للكاتبة اللبنانية الكندية نجوى زبيان. الكاتبة هي عملت الكتاب ده باللغة الإنجليزية لأنها عايشة فترة طويلة قوي في كندا، وهقول لكم على ملامح كده من شخصيتها هي أو من حياتها كمان، هي اللي أثرت فيها وخلاها تعمل الكتاب ده، وكتب كتيرة جدا ساعدتها، يعني فيها أفكار ساعدتها إنها تتخطى حاجات كتيرة أوي في حياتها. الكتاب عليه جملة كده يعني جانبية بعد اسم الكتاب: A guide to building a home for your soul، دليل لبناء بيت لروحك. الكتاب نشر سنة 2021. الكاتبة هي نازحة لبنانية، عاشت في كندا، يعني اتجهت لكندا وعاشت فيها فترة طويلة، وده عرضها لكتير قوي من التحديات والمشاكل اللي قابلتها في حياتها، من افتقاد الوطن والبيت والسكينة والاطمئنان، ووجدت كل ده جواها. يعني عرفت تلاقي الحاجات اللي هي مفتقداها في حياتها من المشاكل والتحديات اللي قابلتها، لقت كل ده جواها وعرفت تبني لنفسها ملاذ آمن لروحها ولحياتها، بعيد بقى عن مشاكل والتحديات كلها اللي بتقابلها. هو مش مكان للهروب أكتر ما إنه مكان إنها تلاقي نفسها وتبعد عن المشاكل والتحديات، وكمان تعرف تتعامل معاها وتعرف تغير وجهة نظرها عن المشاكل دي، وتعرف كمان تغير رد فعلها ناحية المشاكل والتحديات اللي بتقابلها في حياتها، وناحية الشخصيات السلبية اللي قابلتها في حياتها. ده كله هتلاقيه جواها بتفاصيل حلوة قوي هي ذكرتها في الكتاب، وقالت اننا ممكن نبني البيت ده جوانا مكون من اساس من القيم الدينية والمبادئ والاخلاق اللي ممكن نبنيها في حياتنا. بعد كده بنبني 6 غرف او 6 ادوار للبيت ده، بتساعدنا اننا نلاقي نفسنا ونلاقي السكينة والرضا والاطمئنان اللي ممكن نكون مفتقدينه في حياتنا. هنتكلم عن ده، وهنتكلم ازاي نبني مساحتنا الخاصة وركننا الخاص جوانا عن طريق ال6 خطوات دول، وعن طريق ال6 غرف اللي بنياهم على أساس من القيم والمبادئ الدينية الأساسية. في مقولة كده عجبتني قوي في الكتاب، الكاتبة بتقول: لا ينتمي منزلك إلى أي مكان خارجك، منزلك بداخلك، أنت المهندس المعماري وأنت البناء وأنت الساكن. يجب أن تجد نفسك، يجب أن ترى نفسك، تسمع نفسك، تحب نفسك، يجب أن تخلق الأمان لنفسك. بتقول كمان إننا محتاجين ده، محتاجين إننا نحس بالأمان جوه نفسنا، محتاجين إننا يبقى لنا بيت نحس فيه إننا متشافين، إننا محبوبين، إن فيه اهتمام خاص بينا، وده عمرنا ما هنلاقيه أو بلاش نستناه من الناس اللي حوالينا من غير ما يكون ليه أساس جوانا. لازم إحنا نحب نفسنا، نهتم بنفسنا، نحسس نفسنا بالأمان والطمأنينة، علشان بعد كده نقدر نتقبل ده من الناس اللي حوالينا، وكمان نقدر ندي ده للناس اللي حوالينا كمان. يعني نقدر نبقى معطائين ونقدر نتقبل الرسائل اللي حوالينا، رسائل الحب ورسائل الأمان ورسائل الطمأنينة اللي ليها أساس جوانا بالفعل. وبتقول الكاتبة إن مفتاح الشفاء الذاتي من أي مشاكل أو تحديات خارجية صعبة أو ظروف قاسية إننا نعمل الملاذ ده، إننا نكون البيت ده بأدواره ال6.
هو ده مساحتك الخاصة، هو ده الكيان الداخلي اللي بيحميكي من أي تحديات أو أي مشاكل تانية خارجة عنك. وقالت الكاتبة كمان إننا ما نربطش إحساسنا بالأمان أو إحساسنا بالطمأنينة بشخص معين أو مكان معين أو وظيفة معينة، لأن ده كله زائل. يعني ممكن جدا إن أي ظروف تحصل تخسري وظيفتك، تخسري الشخص ده، تخسري المكان اللي انت عايشة فيه، لكن من المستحيل أو صعب جدا إنك تخسري نفسك بعد ما كسبتيها وبعد ما بنيتي ليكي أساس من القيم والمبادئ اللي مبني عليها الست غرف والست أدوار للبيت بتاعك اللي موجود جواكي. في مقولة كمان عجبتني أوي للكاتبة بتقول: ما لا يدركه الكثيرون هو إنه عندما تبني منزلك في أشخاص آخرين فإنك تمنحهم القوة لجعلك بلا مأوى، وعندما يرحل هؤلاء الأشخاص يرحل معهم بيتك الذي بنيته بداخلهم لمنحك الأمان والسكينة، وفجأة تشعر بالفراغ لأنك وضعت كل ما كان بداخلك فيهم. وبتقول الكاتبة إننا علشان نبني الكيان ده أو البيت ده جوانا مطلوب مننا كتير قوي من الجهد والوقت علشان نبنيه، بس لو اتبنى خلاص هيبقى ثابت طول العمر، وهيديكي دايما الطاقة والإحساس بالأمان والشعور بالرضا والسكينة طول العمر، وهيبقى النتائج بتاعته دائمة ومذهلة جدا ليكي انت شخصيا، لانك هتلاقي نفسك وانت بتمر بتحديات كتير قوي وبتمر بمشاكل كتير قوي قدرتي تعديها عن طريق الاساس ده، عن طريق الاساس اللي انت بنياه، وعن طريق البيت اللي انت يعني بنيتيه، عبارة عن 6 غرف بتحميكي من حاجات كتيرة قوي بتقابليها في حياتك. تعالوا بقى نتكلم عن البيت ده وهو مكون من ايه. اولا كده هو مكون من اساس ثابت لا يتغير من القيم الدينية والمبادئ والاخلاق بتاعتنا اللي احنا بنتربى عليها من الاول خالص، وانتي تقدري تبني على ده. يعني انتي برضو تقدري تزودي على القيم والمبادئ اللي انتي اتعلمتيها دي، وانتي تقدري تزودي على الحاجات اللي انتي اتعلمتيها دي حاجات تانية خاصة بمبادئك بأخلاقك اللي انتي اتعلمتيها بعد كده وعايزة تضيفيها للأساس بتاعك ده. فأهم حاجة القيم الدينية والمبادئ الدينية، الأخلاق دي أساس برضو كل حاجة بتبني عليها بعد كده. كمان هنضيف على ده أولوياتك في الحياة، لازم كمان تكوني محددة أولوياتك في الحياة لأنها تعتبر أساس بتبني عليه حاجات كتيرة بعد كده. بالإضافة لده إنك تبقي فاهمة نفسك قوي، عارفة القدرات بتاعتك، عارفة طبيعتك، عارفة شخصيتك عاملة إزاي، عارفة نقاط الضعف بتاعتك قبل كمان نقاط القوة بتاعتك، فاهمة قدراتك والمواهب بتاعتك والمهارات بتاعتك اللي ممكن تساعدك بعد كده في عمل حاجات كتيرة. يبقى الأساس ده حاجات كتيرة قوي لازم نأكد عليها. أول حاجة الأساس الديني، الدين بتاعك والمبادئ بتاعتك الدينية، القيم بتاعتك والأخلاق، أولوياتك في الحياة، كمان نيتك من الحاجات اللي انت بتعمليها. لازم تأسسي نية إيجابية سليمة قائمة برضو على قيمك الدينية، علشان هي دي بتتبني عليها حاجات كتيرة قوي بعد كده. كمان بقى بعد كده فهمك لنفسك وقدراتك ومهاراتك برضو اللي بتساعدك انك تحبي نفسك وتحققي حاجات كتيرة قوي في حياتك. بعد كده بقى بتيجي ال6 أدوار أو ال6 غرف الأساسية في حياتك. أول غرفة حب الذات، تاني غرفة التسامح، تالت غرفة الرحمة، رابع غرفة الوضوح، خامس غرفة الاستسلام للمشاعر، سادس غرفة حديقة الأحلام. قبل ما نتكلم بقى عن غرفة غرفة بالتفصيل، تعالوا أقول لكم على مقولة عجبتني قوي بتقول إن الفراغ الذي نشعر به لا يعني أننا لا نملك ما نقدمه للآخرين أو إننا لا نملك أي شيء بداخلنا، بل إننا بنينا بيتنا في المكان الخطأ.
تعالوا بقى نبدأ أول حاجة أو أول غرفة، وهي حب الذات. قبل ما نبدأ نحب الناس اللي حوالينا أو نبني علاقة صحية وسليمة مع الناس اللي حوالينا، إننا نحبهم ونتقبل الحب منهم، لازم أولا نحب نفسنا. لازم تبني أساس ليكي من حب الذات، علشان بعد كده تقدري تمنحي الحب للطرف التاني، وكمان تستقبلي الحب من الطرف التاني. حتى لو انتي الناس اللي حواليكي بتحبك جدا، انتي عمرك ما هتستقبلي الحب ده طول ما انتي مش بتحبي نفسك. لو انتي حبيتي نفسك هتعرفي انك تستحقي الحب من الآخرين، فبالتالي هتقدري تتقبلي الحب وتستقبليه، وبالتالي كمان هتقدري تمنحيهم الحب اللي جواكي. وبتقول الكاتبة مثال كده، بتقول لو انت واحدة صاحبتك او حد قريب منك بتحبيه جدا جدا، جه عشان يحكي لك او يشكي لك من موقف معين، وعايز منك انك تدعميه وتطبطبي عليه كده وتحسسيه بحبك، هل هتمنعي نفسك انك تعملي ده وتمشي وتسيبيه، ولا هتقعدي بالفعل تمنحيه الحب ده؟ اكيد هتعملي ده لو انت بتحبيه. فبالتالي انت نفسك محتاجة ده، محتاجة تقعدي مع نفسك، تفهمي نفسك، تحبي نفسك وتمنحيها الحب، علشان تبني الثقة ما بينك وبين نفسك. وبتقول ان الحب هو مصدر القوة. لو انت اديتي الحب لنفسك هتبقي قوية وعندك ثقة في نفسك عالية جدا، وتقدري تدي الحب للناس اللي حواليكي من غير ما ينفذ. يعني مش عمر الحب اللي جواكي ما هيخلص طول ما انت بتمنحي الحب ده للناس اللي حواليكي، وبتستقبلي الحب ده ليكي انت كمان. لأن الحب الداخلي هو مصدر متجدد، يعني لا ينفذ أبدا. طول ما انت بتحبي نفسك هيفضل الحب ده يتجدد، وهتقدري تدي منه كمان للناس اللي حواليكي. وبتقول ان الحب الذاتي معناه قبول نفسك زي ما انت، يعني تقبلي نفسك زي ما انت. ده معتمد كمان على اساس من البيت بقى اللي احنا اتكلمنا عنه، اننا نفهم نفسنا، نقرب من نفسنا اكتر، يبقى عندنا ثقة في نفسنا. هو ده الاساس ده اللي احنا بنيناه في الاول، هو اللي هيساعدنا نعمل الغرفة الاولى، وهي حب الذات القائم على فهم الذات وقبول الذات، وانك دايما على يقين داخلي انك تستحقي الحب ده، وتستحقي ان الطرف التاني يحبك، وتستحقي تلقي الحب من عيلتك ومن الناس اللي جواكي، وبرضو تقدري تمنحي الحب لكل الناس اللي حواليكي. بعد كده اتكلمت رقم 2 بقى، الغرفة التانية هي التسامح. احنا دايما محتاجين يبقى عندنا مخزون داخلي من التسامح، اولا علشان نسامح نفسنا عن اخطائنا، عن اننا في اوقات معينة بنقع وبنحاول ونقوم مرة تانية ونعدي المواقف الصعبة ونقدر نتغلب عليها. والشق التاني هو التسامح مع الناس، مع الناس اللي سببت لك اي اذى في حياتك. لازم تسامحيها وتعدي المواقف ده، مش علشان الناس دي، انت بتعملي ده علشانك انت، علشان تقدري تكملي بعد كده وتتقبلي الناس اللي حواليكي وتقدري تتعاملي معاهم. لازم تسامحي الناس اللي سببت لك اي ضرر او اذى، مش لازم تتعاملي معاهم مرة تانية، سامحيهم علشان تنقي روحك من الاحساس بالضغينة او الاحساس بالغضب ناحيتهم. لازم تعدي المواقف دي بانك تسامحيهم وتعدي الاذى ده جواكي، علشان تعرفي تتعاملي مع الحياة بعد كده بإيجابية. وخدي بالك ان التسامح ده يخصك انتي لوحدك، ما ينفعش تستني اعتذار من حد. هيجي مثلا الطرف التاني اللي هو سبب لك الاذى ده، مش عمره ما هيجي انه يعتذر لك. يعني بلاش تستني الموضوع ده وتفضلي مستنيه ان حد يعتذر لك، او هو اللي يجي يطلب منك انك تسامحيه. لا، سامحي انتي وعدي المواقف علشان تقدري تعدي وتقدري تعيشي حياتك بطريقة صح. الغرفة رقم 3، الرحمة والتعاطف. أهم تعاطف أنت محتاجة تعمليه هو التعاطف مع نفسك، وإنك تدعمي نفسك بنفسك. ما تستنيش الدعم من حد، ما تستنيش أي حد يطبطب عليكي ويمنحك القوة. أنت اللي تقدري تعملي ده، وأنت اللي تقدري تمنحي نفسك القوة والدعم والتعاطف. الغرفة رقم 4، الوضوح. إنك تكوني واضحة جدا مع نفسك، فاهمة نفسك، بتواجهي نفسك بنقاط الضعف قبل كمان
نقاط القوة، ما تخبيش حاجة عن نفسك أو تتغافلي عن حاجات جوه نفسك زي عيوب مثلا أو أخطاء أو حاجات مثلا بتضيع حياتك. حاولي تعترفي بكل ده لنفسك وتبقي واضحة جدا مع نفسك علشان تقدري تعدلي العيوب اللي جواكي وتقومي نفسك وترجعيها للطريق الصحيح. كمان من المهم قوي الجزئية الخاصة بالوضوح انك تكوني واضحة جدا مع نفسك في وضع حدود صحية تحميكي من الناس اللي حواليكي على قد ما تقدري. لازم يبقى فيه ما بينك وبين الناس اللي بتتعاملي معاهم حدود انت اللي بتحدديها على حسب قيمك ومبادئك الدينية وعلى حسب الأخلاق اللي انت حطاها كأساس في حياتك، وتقدري من خلال الحدود دي تسمحي للناس اللي بتدخل حياتك وتمنعي ناس معينة انها تدخل حياتك. خليكي واضحة جدا مع نفسك وحازمة وحاسمة جدا في الموضوع الخاص بالحدود، لان الموضوع ده بيشكل حياتك كلها. الغرفة بقى رقم 5 الاستسلام للمشاعر. دي غرفة مهمة جدا، لازم تعرفي تستسلمي للإحساس، تسيبي نفسك تحسي الإحساس ده، إحساس الحزن، إحساس الفرح، إحساس الغضب، إحساس التوتر والقلق والغيرة. سيبي نفسك تحسيه، لأن منعك ليه بيعمل مشاكل صحية كتير جدا. كبتك للمشاعر بيخلي عقلك الباطن مخزن يعني لحاجات كتيرة قوي سلبية، فبالتالي المخزن ده بيطلع بقى المشاعر والأحاسيس دي في أماكن تانية في أوقات تانية مع ناس تانية، فبالتالي بيضرك جدا. سيبي نفسك للإحساس، يعني حاولي تعبري عن إحساسك ده بطرق صحية طبعا. بعدها بقى خرجي الإحساس ده على شكل كلمات انت تكتبيها، اكتبي عن مشاعرك، اكتبي عن الإحساس اللي انت حاسة بيه، ايه السبب ورا الإحساس ده، انت ليه حسيتي بالإحساس ده. يعني حاجات كتيرة قوي جواكي عبري عنها عن طريق الورق، واعرفي ان مفيش حد هيقرا الورق ده، فبالتالي عبري عن كل حاجة جواكي وسيبي القلم كده يعبر عن كل المشاعر اللي جواكي، لانك بكده بتخرجي الحاجات اللي جواكي مش بتكبتيها وتفضل ضغطة على اعصابك وضغطة على روحك طول الوقت. الغرفة رقم 6 حديقة الأحلام. دي بقى اللي بيبقى فيها الأهداف بتاعتك، رؤيتك عن نفسك، انت بتحلمي بإيه، عايزة تحققي إيه، انت شايفة نفسك بعد 5 سنين أو 10 سنين هتبقي عاملة إزاي. كل حاجة جواكي دي محتاجة إنها تتحجم وإنها يتخطط ليها وتمشي بترتيب معين وبطريقة معينة علشان تقدري تستفيدي منها. يعني ما ينفعش تسيبي الموضوع كده انه يبقى رؤى واحلام بس، لازم يتشكل ويتخطط ليه علشان توصلي لاهداف معينة وتحققيها، عن طريق بقى انك تعملي اهداف، تعملي خطوات صغيرة للهدف، وتعملي خطة لتحقيق الهدف ده وتدخليها جوه الروتين بتاعك اليومي العادي علشان توصلي للاهداف بتاعتك تدريجيا. وتحاولي ترتبي افكارك دايما وترتبي الاهداف بتاعتك، ما تبدأيش بهدف مثلا مش مهم الاول، لا، ده كله ناتج برضو عن الاساس اللي انت من خلاله رتبتي اولوياتك، فبالتالي عارفة الاهداف بتاعتك المهمة تقدري تبدأي بيها الاول. وده الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب بجد الافكار بتاعت الكتاب تفيدكم وتنفعكم. صباح الفل، صباح التفاؤل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.